عمر، مرحبا بك في اصداء الترجمه الرياضيه والصفحه الرياضيه ديال جريده لا كرونيك. قبل اي شيء بعدا كنشكروك على المجهودات اللي قمتي بها، وشفنا واحد التطور، واحد التغير كبير في الفريق. السبب الرئيسي اللي كتردوا؟ السبب الرئيسي كنردوا العمل والجديه والتواصل اللي عندي مع اللعابه، لان اللعاب ملي تجي بحال اللي تنقولوا نهضروا باللغه الكويت، كتعطيه القلب ديالك وكتبغي توجهو تنصحو المسائل اللي فيها الخير ديالو. بطبيعه الحال كيكون واحد النتيجه الحمد لله اللي ايجابيه، اللي كنتمنى، لان نتمنى يعني نستمروا في هاد النتائج هذه. سي عمر، شفنا بان النتائج الاخيره خلقت واحد لومبيونس، واحد النشاط كبير رياضي في المدينه. شفنا دابا حاليا المكتب هو خدام وكيقول انه غادي يسوي الوضعيه. كيفاش كتشوف التاثير ديال هذا الشيء هذا ديال؟ كنظن هذا الميساج وصلتو للعابه. كنقول لهم بون، حنا دابا نتوما عندكم عقد مع الفريق، فإلا نزلنا السلاح ربما ما غادي يعني ما نوصلوش لشي نتيجه. ولهذا دابا الكره عندنا نجتهدوا ونحققوا نتائج، وكون على يقين على ان المكتب المسير غادي يجي يقلب والجمهور غادي يجي يقلب. دونك ملي يعني الحلول بيدنا نتعاونوا، والله الحمد لله. اذا الفريق استطاع من خلال النتائج استطاع يمرر الكره للمكتب، هي دابا في يد المكتب خاصو يتحمل كامل المسؤوليه. بطبيعه الحال، لان انا حتى من خلال بعض المقابلات كنت بحال اللي كيقولوا وعدتهم على الاقل به بشي تشجيعات بالنسبه يعني المنح، وبالفعل المكتب استجب، لان بحال دابا المنحه ديال برشيد وعدت اللعابه في الفيسير، وان كان ما عندي حتى شي وعد مع شي واحد. وعدت، ولكن وفاو وجابوا لهم منحه. نفس الشيء مثلا في مقابله ديال وجده. اذا هادو تنشجعهم، والمكتب تا هما عاود تيهيئوا بعض الظروف. هادشي مزيان، نتمنى على ان تحلوا هذا المشكل ديال المنح، يدوزوا المشكل ديال الشهريه. تنظن ما كاينش شي مشكل فيه. كتبقى مساله ديال المنح، ديال العقود، ديال لا سينياتور ديالهم، لا بريم سينياتور. الحمد لله الفريق تحسن من حين النتائج، من حين التسيير الاداري. نتمنى يكون افضل من الناحيه الاداريه. سي عمر، شفنا الفريق بدا كيقرب الى الصفوف الاولى. شفنا واحد التغيرات ديال واحد 4 ولا 5 ديال الدورات منذ تسلمتي المهام ديال تدريب الفريق. شفنا بان الفريق في الصعود خط تصاعدي، الى درجه انه في الشوط الثاني صبح الشوط ديال اتحاد طنجه. نقولوا ان في جميع المباريات اللي شفناهم هنايا الشوط الثاني كان ديال اتحاد طنجه. واش هذا ما جاي من القراءه الجيده ديال عمر الرئيس؟ لا، ما نقولش قراءه، لان انا ربما شويه مقلق من هذه المساله، لان تنشوف على ان انا كتكشف الورقه ديالك. لا، تنشوف على ان باقي اللاعبين ما تيقينش في نفسهم، ما تيقينش ديك الثقه. ربما ديك المقابلات اللي ضاعوا باقي ما تاقوش، وباقي ما عطاوش اللي عندهم في 100%. ربما في الشوط الثاني تتكون بعض الملاحظات، شويه تنكون شويه معاهم بحال اللي تيقولوا قاصح، لان بحال اللي تنفيقوا تنقول له يمكن لك تعطي حتى 200% بالامكانيات، وبالفعل تيدخلوا تيبينوا على انهم بامكانهم يعطيو الشوط الثاني. انا نتمنى على ان حتى في الشوط الاول يبداو بنفس المساله ديال الثقه ومساله ديال النفسانيه ديال اللاعبين. نقول انا واحد الملاحظه، هو ان الفريق ربما يعني انه قبل ما كانش كيقدر يرجع في المقابله، والدليل على انه واحد المقابله هنايا كان خاسر ورجع في الشوط الثاني من المقابله وكان بامكانه انه ينتصر. كنظن نفس الملاحظه، زعما كنشكاك، لان مني تتكون هذه لاحظتها حتى في المقابله ديال مكناس، وصافي مكناس بالمجموع ديالو فريق قوي، لاعبين قويين، طاقم تقني مزيان، واستطاعوا يرجعوا في المقابله وكانوا يمكن لهم ينتصروا في مكناس، يعني بشويه ديال بحال تنقولوا باللغه ديال الزعامه وصافي. دونك هذا مؤشر ايجابي. انا كنقول لهم دابا بالعكس، وتاكدت منها في المقابله ديال برشيد ودوجده. كنقول لهم الامكانيات اللي عندكم، ويعني والناحيه التكتيكيه الا حاولتوا تسبقوا كون على يقين ما كاينش اللي يمكن توصلوا لجوج وثلاثه. هذه قناعه عندي، ولهذا شويه كنتقلق انا في الشوط الاول منهم، ولكن في الشوط الحمد لله الثاني، والدليل ربما اللي يشوف المقابله دوجده
كانت الشوط الثاني في المستوى. سي عمر باش ما نطولوش عليه نخلي وقت باش يترسح عندنا جوج الاسئله فيما يخص المباراه المقبله، واش غنشوفوا السي عمر خلف الدكه او مع وكنتمنى هذا السؤال تطرحه على المسؤولين، لان لحد الساعه ما لحد الساعه شويه بحال تيقولوا العذاب الاليم، لان ما يمكنش اسبوع قريب والتعليمات بالهاتف ربما كتوصل ربما ما كتوصلش في وقتها، يعني شي شويه يعني كنتمنى هذا السؤال طرح على المسؤولين على هذا. سي عمر لان كنظن المباراه المقبله غادي تكون ماشي ديال اتحاد طنجه، ولكن كنظن غتكون ديال طنجه كامله ضد اتحاد زمور الخميسات، واش كاين شي تعليق على هذه المباراه؟ ودابا انا مقابله من بعد مقابله كيتزاد عليا الضغط، علاش؟ لان ولد البلاد كان المدرب شويه خارج من طنجه غادي يمشي يرتاح في البيت ديالو، يمشي يرتاح والله العظيم الويكاند وغادي يجي يعدل المباراه ديالو. هذا الضغط عليا من الكونسيرج حتى للزيات، يعني حتى من الدار. لا كنتمنى على ان اللعابه يحسوا يعني المرحله اللي وصلوا لها وما نضيعوهاش من يدنا، وربما ما نقولش انطلاقه، ولكن الا بغينا نبقاو هذه السنه في لاكورس يعني على الصعود ولا مهم يعني يكونوا قراب. كنظن هذه المقابله قفل ديال 6 نقاط بالنسبه لي اللي خصنا ان شاء الله نعملوا ما في وسعنا باش ننتصروا فيها. اولا من الناحيه المعنويه غادي نبقاو مزيانين، بالنسبه للجمهور بالنسبه للصحافه كنظن الى لاحظتي هذو جوج مقابلات حسينا على ان الجمهور عندنا الجمهور، فكنتمنى على الله وعسى ناخذوا 3 نقاط ديالنا مع الخميسات اللي تا هو فريق قوي وكيتصدر يعني تنفسانيا احسن منا. ودورنا كنتمناو لك التوفيق ونتمناو ان شاء الله. سي عمر اخر واش فريق اتحاد طنجه كيفكر على انه خلال الفتره ديال الانتقالات انه يعني يجيب شي لاعب؟ انا بكل صراحه كاين بعض المراكز اللي شاغر ما كاينش يعني في هذا الاتجاه غنخدم، ولكني على ابعد تقدير ما غنفوتش ما بين 3 4 ديال الانتدابات الا كانوا في المستوى. اما هي الانتدابات ديال لا مود بالنسبه للانتدابات انا كنعرفوا لان اي فريق دابا غادي يطلق اللاعب ديالو غادي يكون دون المستوى ولا شي ولا اخلاقيا ولا واللاعب اللي مزيان غادي تشوفوا ما طيحوا ما كيطلقوش. ولهذا من بحال اللي تيقولوا ما تصيدوش نجيبوا لاعب كما كان صافي. سي عمر الله